السلام عليكم أخواتي في قناتكم لمسات استبرق. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. كما عودتكم دائما مع الوصفات السهلة. وصفة اليوم عبارة عن بريوش السنيوة، بدون بيض، بدون مجهود أو تعب، والأهم أنه اقتصادي. صراحة أخواتي مانيش نزكي فيه، يجيه هشيش وعجينته قطنية، والبنة روعة بشهادة جميع العائلة. نروح مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. نحتاج لهذا البريوش نصف كأس حليب يكون دافئ، نضيف له نصف كأس ماء يكون دافئ أيضا، ملعقة كبيرة خميرة، وكأس إلا ربع سكر. نخلط المكونات قليلا ثم نضيف كأس دقيق. نخلط مليح المكونات حتى يذوب كامل السكر، ونخلوهم يتفاعلوا لمدة ربع ساعة. ممكن تستغربوا أخواتي بريوش بدون بيض، أكيد ما يكونش قطني وما يكونش ناجح. مادامكم ما جربتوش أخواتي ما راش تعرفوا. وأصدقكم القول أنه طيبته مرتين في نفس الأسبوع، لأنه كامل عجبهم وما يديش مجهود في التحضير. بعد ما تفاعل الخليط نضيف المكونات المتبقية. نضيف نصف كأس زيت ونمزج المكونات جيدا حتى يصبح الخليط متجانسا. بعدها نضيف مبشور نصف حبة ليمون وملعقة كبيرة فانيلا. ومن الضروري أن البريوش يكون منكه جيدا. ثم نضيف رشة ملح، وبعدها نضيف كأس فرينة أي دقيق، وكيس خميرة كيميائية. الخميرة الكيميائية تساعد أن البريوش يكون خفيف. وبالنسبة للدقيق أنا استعمل 3 كؤوس ونصف. لازم العجينة تكون تلتصق في اليد، لأنه بعد الاختمار راح تشد روحها. ننصحكم أخواتي ما تكثروش من مقدار الدقيق، العجينة راح تكون ثقيلة وتتحصلوا على نتيجة غير مرضية. ولازم العجينة تكون تلتصق في اليد وتكون خفيفة باه يكون البريوش قطني وخفيف. من الأفضل أنكم تلموا العجينة باليد باه تتحكموا في قوامها. في الأخير نبلل اليد بقليل من الزيت ونلمها، وبعدها نتركها تختمر ويتضاعف حجمها. بعد ما عطينا للعجينة الوقت الكافي للاختمار وبالاستعانة بالزيت، نبسط العجينة على الصينية تكون مدهونة بالزيت ومرشوشة بالفرينة. نبسط مليح العجينة بحيث يكون السمك متساوي. بالنسبة للصينية المستعملة، طولها 30 سنتيمتر على 23 سنتيمتر، وإذا كان عندكم صينية أكبر ضعفوا المقادير. نغطي العجينة ونتركها ترتاح حوالي 10 دقائق. نضعها في فرن مسخن مسبقا حتى تحمر من تحت، وبعدها نشعل عليها من فوق ليحمر الوجه ونخرجها. البريوش كما راكم تشوفوه راهو طاب، وصراحة يجي اسفنجي وقطني. ونروح الآن للتزيين. بالنسبة للتزيين اختياري، أنا استعملت مربى المشمش ودهنت به كامل الوجه. ممكن تذوبوا الشوكولاتة على حمام مائي وتزينوا بها البريوش تاعكم.
بعد ما حطيت كمية معتبرة من المربى على الوجه، رشيت عليها الكاوكاو محمص ومطحون يكون خشين، وبعدها نزينه بخطوط من التوفيا كراميل. صدقوني راح يمد ذوق وبنة للبريوش. ممكن تكتفوا بخطوط من الشوكولاتة أيضا. بالنسبة للصينية الأولى، انحذف لي المقطع بالخطأ، ورجعت طيبت البريوش مرة أخرى، وزينته هذه المرة بالكاوكاو إيفيلي وخطوط من التوفيا كراميل، لأنه الكراميل يمد ذوق روعة للبريوش. لاحظوا المنظر راهي شهي، وكما يقولوا العين تاكل قبل الفم. الوصفة تستحق التجربة ونجيحة 100%. العجينة قطنية وهشة كما هو موضح في الفيديو. صدقوني لو جربتوها ما راح تندموا. وكما سبق وقلت أني طيبتها عدة مرات في الأسبوع. هذه المرة زينتها بخطوط من التوفيا كراميل أيضا، وخطوط من الشوكولاتة، تجيه شيشة وقطنية. هذه الوصفة اقتصادية وتستحق التجربة، وإن شاء الله تنال إعجابكم. وإلى المزيد من الوصفات الاقتصادية بحول الله. ولا تنسوا الضغط على زر الجرس والاشتراك في القناة. وإلى الملتقى أحبائي.